بدأت تتضح ملامح التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها المنتخب الوطني مباراته الثالثة لدور المجموعات في كأس إفريقيا بالغابون، خاصة بعد استرجاع بعض اللاعبين وغياب آخرين بفعل الإصابة. تغييرات كثيرة ستعرفها التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني في مباراته المصيرية أمام السنغال وفق ما استقته الهداف من مصادره الخاصة. كان عسلي سيحافظ على مكانته الأساسية للمباراة الثانية على التوالي، فإن التغيير الأول سيكون على مستوى الجهة اليسرى من الدفاع التي ستعرف دخول جمال مصباح مكان فوزي غلام الذي كان خارج الإطار في لقاء زيمبابوي وتونس، فيما يبقى ليكانس مترددا في الحسم في هوية خليفة المدافع رامي بن سبعيني المصاب على مستوى المحور. ستمتد تغييرات ليكانس إلى خط وسط الميدان من خلال إشراك مهدي عبيد مكان نبيل بن طالب الذي كان ظلا لنفسه لا سيما في المباراة الأخيرة. كما قرر المدرب البلجيكي بصفة رسمية إشراك سفيان حني أساسيا كصانع ألعاب وتحويل ياسين إبراهيمي إلى الجهة اليسرى من الهجوم، على أن يخلف بنجاح زميله إسلام سليماني الذي يعاني من إصابة، هذا فضلا عن الوجه الشاحب الذي ظهر به إلى حد الآن. وسيفصل ليكانس هذا الأحد في التشكيلة الأساسية في الحصة التدريبية الأخيرة للخضر قبل مواجهة أسود التيرينغا. نشر الدولي الجزائري السابق رفيق حليش عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة للمنتخب الوطني بعث من خلالها برسالة تشجيعية لرفقاء محرز قبل مباراة السنغال، مشددا على ضرورة التشبث بالأمل حتى وإن كان ضئيلا. وحث مدافع نصر حسين داي السابق أيضا جمهور المنتخب الوطني على تشجيع اللاعبين لأنهم يمثلون المنتخب وهذا مهما كانت النتائج. يبدو أن تقلص حظوظ المنتخب الوطني في بلوغ ربع نهائي كأس إفريقيا جعل حالة من التسيب تخيم على أجواء تحضيرات المنتخب الوطني لمباراة السنغال. قبيل ساعات عن مواجهة السنغال المصرية لا توحي الأوضاع الداخلية للمنتخب الوطني في مقر إقامته في فندق هيلونيكا مواندا بأي خير، ولا بأن الخضر قادرون على تجاوز صدمة تونس وتعثر زيمبابوي بالفوز على السنغال وانتظار نتيجة مناسبة في اللقاء الآخر لأجل التأهل. ولا يعد السبب فقط للتأثر النفسي للاعبين لأنهم خيبوا الجمهور الجزائري، بل لأن الشرخ صار كبيرا جدا بينهم وبين الناخب الوطني جورج ليكانس، وقد وصل الأمر إلى حد تبادل الاتهامات في الأروقة بين اللاعبين ومدربهم، ما يوحي بأن الأمور خرجت تماما عن السيطرة وصار المنتخب رهينة صراع وحسابات شخصية. ويحمل الكثير من اللاعبين ليكانس مسؤولية مهزلة الغابون بسبب التحضيرات السيئة التي قاموا بها خاصة على الصعيد البدني، مستدلين بنحس الإصابات الذي ضرب غالبية التعداد. في المقابل البلجيكي يرى أن المسؤولية تقع على عاتق لاعبيه الذين اتهمهم بالغش وافتقاد المسؤولية. وفضلا عن كل هذا يعيش المنتخب الوطني ساعات قليلة قبل مواجهة المصرية حالة من التسيب في ظل عدم التزام اللاعبين بالقانون الداخلي وتصرفهم بكل حرية في أوقات تناول وجبة الإفطار، عكس ما كان عليه الحال في حقبة المدرب الكوبوسني وحيد حاليلوزيتش. توحي الأجواء داخل المنتخب أن البلجيكي لا يملك أي سلطة على لاعبيها الذين أصبحوا لا يكترثون إطلاقا بما يقوله لهم بسبب خياراته الفاشلة وفلسفته التكتيكية، ليبقى المنتخب الجزائري هو الخاسر الأكبر.
With me. Yeah, with me. اسمع سمعوا هذه رانا معاكم. اللي يحب ليكيباسيونال في الضراء وفي السراء يحب ليكيباسيونال. هذه هي. احنا شوف يا جماعه، احنا نحبوا الاسلام، احنا نحبوا ليكيباسيونال في السراء وفي الضراء، احنا نحبوا الاعلام. معليش نتوما ديروا اللي عليكم. نشوف ونحكي عليك باش نحكموا في قتلوا في اسم قال لك الحكم اشد من القتل. جيت تقول سليماني ما حبش يتصور معايا وانت جامش. لا 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 لا. اسمعنا. خلينا نصور. قال لي على انا دخلت نصور. قال لي عنده الحق. تاني الكاميرا الثانية هنا بسرعة عشان اعمل تهديد. اعمل شايف مشهورين يسمعوا بينا احنا فلاشين